السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة بقى هنشوي السمك البلطي بطريقة سهلة جدا، وهتشويه كمان بسرعة وهيبقى مستوي معاكي وطعم جميل وبأجمل خلطة. معايا بقى طبعا السمك انا غسلاه منضفاه وغسلاه كويس زي التنظيف، اي يعني التنظيف العادي. ما بسيبش القشر بتاعه ولا حاجة، لان احنا عارفين البلطي بيبقى عليه قشر. بعد كده الخلطة بتاعتي معايا توم، على طماطمية صغيرة كده مقطعاها قطع صغيرة، وكمان جزر مبشور حوالي معلقتين. ومعايا بقى التوابل بتاعتي شوية ملح وشوية كزبرة وكمون والسبع بهارات. وكمان قطعت عليه قطع صغيرة كده من الفلفل الحار. لو عايزة تحطي شطة ماشي، برضو مش عايزاه يبقى طعمه يعني حار، ممكن الطعم العادي. لو عندك أطفال برضو مش مشكلة، ضيفي الكزبرة والكمون كفاية. كزبرة وكمون بتخلي له طعم جميل جدا. بعد كده هاخده بقى على الردة. معايا دي ردة ناعمة، ببدره كويس قوي، اغطيه كده بالردة عشان ما يلزقش مني في الصاج بتاعي. وبعد كده طبعا انا حاطه هنا صاج وفيه شويه زيت عشان برضو السمك ما يلزقش مني، وبنزله على نار عاليه. بستنى لما الصاج يسخن خالص عشان السمك كده ياخد صدمه وما يت... يعني ما يتقطعش مني. وببدا اقلبه من هنا لهنا كده، ما بقلبوش الا لما ابدا الاقي السمكيه كده نشفت من تحت بعد ما تاخد الصدمه وتبقى ناشفه عشان ما تفتتش معايا. بتبقى أكلة جميلة جدا. يعني احنا قلنا نغير بقى، بدل كل مرة بنقلي سمك وكده اهوت مع العيش الطري بقى، لو هتعملي شوية سلطة شوية طحينة. بعد ما قلبته بقى من هنا لهنا كده لغاية ما استوى، طبعا بعد النار ما كان عالية، انا هديت النار شوية يبقى نار متوسطة، وابدأ اقلب لغاية ما يستوي كويس، واقلب بحرص عشان ما يتقطعش مني. وهنا بقى انا محضره له الدقة دي، شوية توم مع كزبرة وكمون وملح، وضايفة عليه نص كوباية صغيرة مية ونص كوباية خل، وبسقي بيها السمك كده. الخلطة دي برضو او الدقة دي بتنزل برضو كده على السمك من فوق ومن تحت، بتديله طعم جميل. واحنا عارفين طبعا ان السمك برضو البلطي بيبقى طري، فهو كده يدوب يعني كفاية الدقة دي عليه، ويبقى شارب من الدقة وجميل جدا. وكده بقى يعني حاجة كمان وفرت علينا الزيت، وصحي وجميل جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والقاكم بخير ان شاء الله.